السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم املو نزولا عند طلب بعض المتتبعات اللي كانوا طلبوه مني في الفيديو اللي فات. فغادي نشارك معكم اليوم يعني طريقة بالتفصيل الممل كيفاش غادي تصوبوه. واخا تكوني اول مرة غتحضري املو فتابعي معايا غير هاد الخطوات اللي غادي نوريك وغتحصلي على نتيجة رائعة بزاف، وغادي تصوبي غير في المنزل ديالك، يعني ما غتحتاجيش تطحني على برا. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ودائما لاول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك باش دائما يوصلك كل جديد. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا ليه جيم. بالنسبه لاول حاجه كناخذوا كاوكاو، كما كتشوف هذا الكاوكاو اللي من الحجم الكبير، يعني ماشي داك الكاوكاو الصغير. كتاخذوا هذا، فهذا هو يعني خاص باملو. كتنقيوه كتحيدوا منه كاع داك يعني هذاك اللي ما يصلحش لينا كنحيدوه. صافي كناخذوا اللاطه ديالنا ديال الفرن كنديروه فيها وكنبداو نحمروه في الفرن. ممكن تحمروه في المقلاة، ولكن كنفضل انه يتحمر في الفرن كيكون افضل. تقدروا تعوضوا كاوكاو باللوز، ممكن تعوضوه باللوز، يعني كيبقى الاختيار لكم. كل واحد يعني الحاجه اللي كتعجبو. بغيتو ديال اللوز كتعوضوه باللوز، بغيتو ديروا نص لوز ونص كاوكاو ممكن ديروه، كيجي زوين بزاف. صافي هنا كما كتلاحظوا معايا درتو في الفران كيتحمر. غنخليه تيتحمر مزيان، غير هو ما خصكمش يعني ما تسهاوش عليه تخليوه تيتحرق. هو راه الا غير تحرق شويه كيعطيكم واحد المروره في املو، يعني كيولي املو مر شويه. لذلك من الاحسن انكم تراقبوه مزيان، تبقاو جالسين حدا الفران حتى يتحمر. فهنايا بدا يعني كما كتشوفوا راه بدا كيتحمر. صافي من بعد ما خدا اللون ديالو تحمر مزيان كما شفتوا، انا غادي نوريكم كيكون بحال هكا اللون ديالو، يعني ما تخليوش حتى يكحال. صافي كناخذوا واحد الزيف اولا غير بيديكم وكنبداو نحيدوا ليه القشره ديالو، يعني كنحاولوا نحيدوا ليه كاع ديك القشره ديالو. صافي وكنحاولوا نصفيوه من ديك القشره كما كتشوفوا، غنغربلوه يعني نحيدوا ليه ديك القشره كامله اللي حيدنا، يبقى لينا غير الحبات ديال الكاوكاو بهذا الشكل هذا. صافي هنا كناخذوا الطحانه كنديروا فيها الكاوكاو. بالنسبه اللي عنده الطحانه يعني الكاس ديال الماكينه ما كيطحنش ليه مزيان، يقدر يدوزو في الطحانه ديال العطريه هو الاول اولا في المهراز باش يجيه ساهل باش يطحن مزيان. بالنسبه لي انا كطحن ليا مزيان كنديرو ديريكت مباشره في الكاس. هنا كنضيفوا يا اما عندكم اختيارات، يا اما كتضيفوا الزيت البلديه، يا اما كتضيفوا ارغان الا كان متوفر عندكم كيجي احسن،
اولا كديروا زيت نوار الشمس. يعني هاد ثلاثه هما اللي ممكن تطحنوا بهم املو، كيجي زوين بزاف. يعني ما تفرقوش، واخا ديروا ليه الزيت واخا ديروا ليه زيت البلديه ما كتبانش فيه. يعني واخا طحنوا مع زيت البلديه راه ما كتبانش المذاق ديال، ما كيبانش المذاق ديال الزيت. كنضيف معاه تقريبا القياس اللي بغيتو ديال السكر. انا ضفت 2 معالق كبار. كنضيف هنا معلقه صغيره ديال الكمون، فكيعطي واحد المذاق زوين بزاف. واحد قبيصه صغيره ديال الملحه وصافي. وتقدروا تضيفوا معاه حتى 2 معالق كبار ديال الزنجلان مطحون محمر ومطحون، حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع. صافي كنطحنوه، يعني كنخليوه يتطحن مزيان. من بعد ما كنطحنوه كيكون على هذا الشكل هذا. راه كما كتشوفوا ما كاينش الفرق بينه وبين الاملو اللي طحنين فرحه. يكون هذا هو الشكل ديالو. فانا غنستمر بنفس الطريقه، غير هاد المره ما غادي نضيف ليه والو من غير، يعني من غير الزيت. وما غاديش نضيف السكر وما غاديش نضيف الكمون، لاني غنخلطهم مع الاخر في الاخير غادي نخلطهم كاملين. غادي نضيف فقط الزيت باش غادي نطحنو. كيكون هذا هو املو ديالنا من بعد ما كملنا الطحين ديالو. فكما كتشوفوا راه يعني راه خاتر والمطحون مزيان، وكذلك واحد المذاق رائع بزاف زوين. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه، ونتمنى كذلك يكون نال الاعجاب ديالكم. فانا عطيتكم تفاصيل ممله يعني بالتفصيل بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم صوبوا املو في الدار. فهاد الفيديو غيساعدكم. تبعوا فقط المراحل وغتحصلوا على نتيجه زوينه. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقى معكم في فيديو جاي.